الفرخة المحشية ملكة العزومات، ودي بقى فرخة محشية فريك في الفرن ومعاها خضار تحفة. عندي هنا معلقة من الزيت على معلقة من السمنة البلدي، هنزل بقى عليها بكبد وقوانص الفراخ، هقلبهم كده تقلبتين، واول ما تغير اللون بتاعها هنزل ببصلايه بيضه مبشوره ناعم عليها ملح وفلفل، هقلبها كويس لحد ما تصفر كده وتاخد اللون ده، وهضيف قرفه و7 بهارات. ودلوقتي بقى هنزل بالفريك المغسول والمنقوع نص ساعه في ميه سخنه، وهقلبه كويس قوي مع الكبد والقوانص والبصل. فصين من الثوم هينقل الطعم في حته تانية خالص. بعد ما قلبته هنزل بشويه ميه مغليه تكون قصاد الفريك بالظبط، وهظبط الملح بتاعه. الفريك اتشرب هطفي النار، واخر حاجه معلقه من السمنه البلدي. السمنه البلدي بتنقل الحشوه والفراخ في حته تانية خالص. هتبل بقى الفرخه من فوق ومن تحت الجلد ببصلايه مبشوره وعليها ملح وفلفل، وهحشي الفراخ بحشوه الفريك بعد ما بردت. املوها على اخرها لان الفريك مستوي فمش هيطلع بره. هركنها على جنب واحضر الخضار. عندي بقى خضار مشكل كل ما لذة وطب. هجيب كده بوله واسعه وهنزل عليها بالبطاطس، البصل والثوم والخضار المشكل، فلفل الوان، كوسه، جزر، فاصوليا خضراء وبسله، ملح وفلفل وشطه و7 بهارات، ونزود الملح شويه عشان البطاطس والخضار، شويه من عصير الطماطم او الصلصه عشان تدي للخضار لون، وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. هحط الخضار في الكيس الحراري وهحط عليها شويه ميه عشان البطاطس تستوي، ولو مش هتضيفوا بطاطس ما تحطوش ميه. هحط الفرخه واقفلها وادخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 الرف اللي قبل الاخير. اول ما تستوي هحمرها والمعها في الزيت بتاعها. قدموها بقى وبالهنا والشفا.